انت بيبقى عندك اختيارين انك ترد على السؤال ده. Guilty or not guilty? Guilty. واحنا كنا بنقول ايه؟ It doesn't matter. بعد شوية جربتي تاني والباب فتح معاكي. Does that make sense? فبقول it's not rocket science. Never mind. في هيئة المحلفين. Doesn't matter. It does matter. هنشرحها ونقول أمثلة عليها زي ما بنعمل كل مرة. أهلا بيكم. النهاردة هو الدرس الخامس من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام، واللي بندرس فيها جمل وعبارات بنسمعها دايما في الأفلام وبتتكرر باستمرار. فلو لسه ما شفتش أي حلقة من الأربع حلقات اللي فاتوا، فأحب أقولك إن احنا اتكلمنا على أكتر من 20 تعبير أو جملة وشرح معناها بالتفصيل وإيه المقصود بيها ومعلومات كتير عنها. فأنا بدعوك إن أنت تشوف سلسلة الحلقات دي من بدايتها، وهسيب لك اللينك في وصف الفيديو وكمان في أول تعليق. أما بالنسبة اللي تابع الأربع حلقات اللي فاتت، فأحب أقولك إن حلقة النهاردة هتبقى مختلفة شوية. يعني في درس النهاردة مش هنتكلم على جمل جديدة أو كلمات صعبة أو أي حاجة من دي، لا بالعكس، ده يمكن نتكلم عن كلمات وجمل انت سمعتها قبل كده 100 مرة وعارفها كويس جدا. لكن الاختلاف هيكون ان احنا هنتكلم على النهاردة هنتكلم عن هو انا بصراحة مش عارف اجيبها لكم ازاي. احنا هنتكلم على الجرامر. What he said. Grammar? No way. No way. No. Please don't. ايه يا جماعة الرعب ده؟ الموضوع مش مستاهل. طيب خلينا نشوف اجابة السؤال الحلقة اللي فاتت ونرجع نشوف الموضوع ده ايه. You get off my property! Get off my property! Get off my property. Get off my property! Get off my property. Get off my property. ودي الناس بتستخدمها لما تبقى عايزة تطرد واحد من بيتها أو من أي ممتلكات ليها. وكلمة property يعني ملكية، الجمع بتاعها properties، ممتلكات. والproperties بتتقسم لحاجتين: private property اللي هي الملكية الخاصة، والpublic property اللي هي الملكية العامة. فبالنسبة للprivate property ممكن تكون بيتك، ممكن تكون الأرض بتاعتك، ممكن تكون حتى عربيتك، أي حاجة بتملكها هي الprivate property بتاعتك. أما الpublic property حاجة زي الشوارع، الجناين، المكتبات، المدارس، كل دي public properties، ملكية عامة. ففي أمريكا الprivate property دي حاجة ليها قدسية كبيرة، فمش أي حد مسموح له إن هو يخش بيتك أو يتطفل أو حتى يمشي على الأرض بتاعتك من غير إذنك، حتى لو كانت الشرطة. يعني الشرطة لو ما عندهاش سبب وجيه إن هي تبقى متواجدة على الأرض بتاعتك أو داخل بيتك أو معاها إذن أو أي ورق يثبت السبب وراء الزيارة دي، فأنت من حقك إن أنت تطردهم بره وتقول لهم get off my property. طيب كده احنا جاوبنا على سؤال الحلقة اللي فاتت، وجي الوقت إن احنا نتكلم على موضوع الجرامر أو قواعد اللغة. أنا طبعا عارف إن قواعد اللغة بيبقى دمها تقيل شوية على قلبنا، وده يمكن عشان بتحتاج تفكير ودراسة كتير. فأنا كدارس للغة بريح نفسي بقى وأقعد أحفظ لي شوية كلمات على شوية جمل وأريح ضميري وخلاص، يبقى أنا كده أكني عملت اللي عليا. وده طبعا خطأ كبير جدا، وهقول لك ليه. لأن ببساطة مهما حفظت كلمات زي مثلا 100 كلمة 200 كلمة حتى لو 1000 كلمة، بس مش عارف ترتبهم الترتيب الصح عشان تكون منهم جملة سليمة، يبقى انت ما عملتش حاجة. وخلينا اشرح لك الموضوع ده في مثال بالعربي. تخيل لو انت بتعلم واحد اجنبي لغة عربية، وجالك في يوم قالك انا كتبت جملة بعد ما حفظت الكلمات اللي انت اديتها لي، وجيت تشوف الجملة لقيته كاتبها كده: انا ذهبت الى المدرسة غدا. يا ترى رد فعلك هيبقى ايه؟ ازاي ذهبت وازاي غدا؟ يعني ما تبقاش فاهم زمن الجملة هو ماضي ولا مستقبل ولا ايه بالظبط، رغم ان الراجل كتر خيره يعني حفظ يعني ايه مدرسة ويعني ايه ذهبت، وفاهم كلمات، حافظ كلمات، فهو حط الازمنة كلها في جملة واحدة، وطبعا محدش فاهم الجملة دي معناها ايه. هو ده بالظبط نفس شعور الاجنبي لما يسمعك وانت بتتكلم بجملة الازمنة فيها مش مظبوطة، فمش هيبقى فاهم قصدك ايه. انت بتتكلم على حاجة دلوقتي ولا بتتكلم على حاجة حصلت زمان ولا ايه الموضوع، ما يبقاش فاهم، فيبقى ما استفدتش حاجة بالكلمات اللي انت حفظتها. بس لازم تتحط بتنسيق معين بحيث ان هي تدي المعنى بالظبط اللي انت عايز توصله. والتنسيق ده وترتيب الكلمات والازمنة هي دي قواعد بتاعت اللغة. فطبعا أهميتها لا تقل عن حفظ الكلمات أو حفظ الجمل الشائعة أو أي حاجة من دي. كل الحاجات دي مع بعض هي اللي هتخليك تتكلم إنجليزي بالظبط زي ما بتتكلم العربي. لكن عشان أوصل للمرحلة دي لازم الأول أتعلمها وأفهمها وأمارسها كمان عشان أوصل لأعلى مستوى أنا ممكن أوصل له. وأعتقد ده هدفنا كلنا، بدليل إن أنت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي. أتمنى تكون وجهة نظري وصلت لكم. والنهاردة هنتكلم على verb to be اللي هو تقريبا أهم verb على الإطلاق.
وكلامنا هيبقى على جزئين أساسيين في الفيرب ده، ال present simple وال past simple. أول جزء هو ال present simple وده المضارع البسيط، وكلمة مضارع يعني الحاضر أو الحالي، فاحنا بنتكلم على حاجة بتحصل في الوقت الحالي أو الوقت الحاضر. وفيرب to be في المضارع في 3 كلمات بس، am is و are، وكل كلمة من دول بيجي معاها ضمير مختلف عن الكلمات التانية. بمعنى ان am بتيجي مع I بس، لكن عمرك ما تشوف am دي مع اي حاجة تانية، هي وظيفتها دايما مع I في نفس الجملة سواء قبلها او بعدها. وكلمة is بتيجي مع he اللي هو she هي، و it اللي هي هو او هي لغير العاقل. وكلمة are بتيجي مع you اللي هي انت او انتي، we اللي هي نحن، و they اللي هي هم. وخلينا ناخد أمثلة على الكلام ده. I am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. He is my brother. And he's my brother. He's my brother. She's my best friend. She's my best friend. She's my best friend. She's my best friend. It's cold. Cold. Oh, God, it's so cold. It's getting so cold. You are my hero. You are my hero. You Pichu, we are so proud of you. We are so proud of you. We are so proud of you. They are here. They are here. They are here. طيب لو أنا عايز أغير زمن الجملة للماضي، هل هزود حاجة عليها ولا هعمل إيه بالظبط؟ لا، أنا مش هحتاج إن أنا أضيف حاجة، لكن أنا هستبدل الكلمات دي اللي هي am و is و are، هستبدلها ب was و were. فكلمة was هتيجي مع I و he و she و it، وكلمة were هتيجي مع you و we و they. وزي ما شرحنا في الدرس اللي فات إن كلمة were دي ما بتتقالش where زي أين، لا دي بتتقال were. ولو عايز تشوف شرح النطق بتاع الكلمة دي والفرق ما بينها وبين were هسيب لك الفيديو برضو في وصف الفيديو. تعالوا نسمع برضو شوية أمثلة على was و were. I was a soldier. I was a soldier. I was a soldier. He was very good. He was very, very good. It was good. He was very good. She was my teacher. She was my teacher. Yeah, she was my teacher. It was a pleasure working with you. It was a pleasure working with you today. It was a pleasure working with you. You were busy. You were busy. You were busy. And we were here. We were here first. We were here first. They were nice. They were nice. Yeah, they were nice. طيب لو عايز أنفي الجملة اللي فيها verb to be دي هقولها ازاي؟ موضوع بسيط جدا، كل الفكرة ان انا هحط كلمة not بعدي، يعني بدل ما هقول I am هقول I am not او I'm not. You are هتبقى you are not او you aren't. He is هتبقى he is not او he isn't. Very simple. ونفس الفكرة بالظبط برضو مع ال past، فبقول I was not او I wasn't. You were not او you weren't. He was not أو he wasn't. طيب في حالة السؤال هعمل إيه؟ برضو موضوع بسيط، كل اللي هعمله إن هخلي verb to be في أول السؤال. يعني مثلا لو عايز أحول الجملة دي I am a doctor وأخليها سؤال فهقول am I a doctor؟ فكده اتحولت لسؤال. فكل اللي أنا عملته إن أنا غيرت الفيرب مكان الضمير اللي أنا بستخدمه وبكمل الجملة بتاعتي عادي. وبرضو نفس الموضوع مع بقية الضماير، وما نساش احط الكويشن مارك في الاخر لان ده سؤال. ونفس الموضوع برضو بالنسبه للماضي، هخلي was او were في بدايه الجمله وبعديها الضمير بتاعها. وطبعا الاسئله دي كلها بتبقى اسئله yes or no، يعني هقول لازم الاجابه بتاعتي هتبتدي ب yes او no. وبكده نكون غطينا جزء كبير جدا من verb to be. يعني verb to be في حاجات تانية اكتر، لكن احنا مش عايزين نكثف الموضوع اكتر من كده، فخلينا ناخد شويه اسئله دلوقتي عشان نراجع ونتاكد ان احنا فهمنا القاعده دي كويس جدا. Yesterday I at the park. الإجابة Yesterday I was at the park. They happy to see me when I arrived. They were happy to see me when I arrived. Not you feeling well today? Are you feeling well today? The children very excited for their trip.
The children are very excited for their trip. My sister and I at the beach all day. الإجابة: My sister and I were at the beach all day. The weather nice, so we decided to have a picnic. The weather was nice, so we decided to have a picnic. I, a student at this university. I am a student at this university. My friends and I planning a trip next month. My friends and I are planning a trip next month. They going to the concert tonight. الإجابة: They are going to the concert tonight. My parents away on vacation last month. الإجابة: My parents were away on vacation last month. يا ريت لو جاوبت كل الإجابات صح تقول لنا في التعليقات، ولو في أي حاجة لسه مش فاهمها في القاعدة دي يا ريت برضو اسأل سؤالك في التعليقات وأنا هجاوبك عليه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير كمان مع كل الناس اللي حواليك عشان هم كمان يستفيدوا من درس النهاردة. بكده نكون خلصنا. أشوفكم الدرس الجاي. سلام.